ابل رسميا اعلنت عن الايفون 15. فلو انت محتار ما بين الايفون 15 العادي والايفون 15 برو، مش عارف تشتري اي واحد فيهم، خليني اقول لك عن 10 فروق جوهريه موجوده ما بين الايفون 15 العادي والايفون 15 برو. طيب اول ميزه موجوده ابل عملتها في الايفون 15 البرو ومش موجوده في الايفون 15 العادي، هي الاكشن بوتون. طيب الاكشن بوتون ده عباره عن ايه بالظبط؟ الاكشن بوتون ده زرار جديد ابل عملته. طيب الزرار ده موجود فين ووظيفته ايه؟ اولا هو موجود فين؟ ابل شالت الزرار بتاع الصامت، لغيته خالص، اللي احنا كنا بنقفل منه الجرس او بنفتحه، وحطت مكانه الزرار بتاع الاكشن بوتون. طيب الزرار ده وظيفته ايه بالظبط؟ الزرار ده وظيفته ان انت مثلا لما بتدوس عليه بيعمل اكشن معين. زي ايه مثلا؟ زي ان انت تدوس عليه يشغل الكاميرا، او يشغل الفلاش، او يخليك تسجل مثلا رساله صوتيه، او تشغل اي شورت كات او اختصار موجودين عندك على الايفون. يعني مثلا لو انت بتتفرج على اي فيديو وعندك اختصار بينزل الفيديوهات دي، فبمجرد ان انت تدوس على الزرار بتاع الاكشن بوتون ده بتقول له شغل الاختصار فينزل الفيديو، بدل ما تدخل على الفيديو وتدور على الاختصار ده موجود فين وتبدا تنزل فيديو. لا، الزرار ده بيختصر عليك الموضوع وبيخليك تنزل الفيديو مباشره. طيب حد ممكن يقول لي افرض انا عاوز اعمل التليفون صامت، المفروض ان انا اعمل ايه؟ كل اللي هتعمله هتدوس على الاكشن بوتون دوسه مطوله، فهيحول التليفون لصامت، وهيدي لك احساس كده في فايبريشن او اهتزاز ان التليفون بقى صامت دلوقتي. فالميزه دي موجوده في البرو، مش موجوده في الايفون ال 15 العادي. الايفون 15 العادي لسه محتفظ بالزرار القديم اللي انت بتقفل منه الجرس وبتفتحه. تاني حاجه ان ابل غيرت كل المداخل بتاعه الايفون 15، لغت تماما اللايتنج اللي احنا كنا طول عمرنا شغالين بيه وغيرته بيو اس بي سي. طيب ايه الفرق ما بين اليو اس بي سي اللي موجود في الايفون 15 العادي والايفون 15 برو؟ اللي موجود في الايفون 15 العادي ده يو اس بي 2، واللي موجود في الايفون 15 برو ده يو اس بي 3. طيب برضو ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم هو سرعه نقل البيانات. يعني اليو اس بي سي اللي موجود في الايفون 15 سرعه نقل البيانات فيه حوالي 480 ميجا بت في الثانيه، اما اليو اس بي سي اللي موجود في الايفون 15 برو سرعته 10 جيجا بت في الثانيه، يعني تقريبا 20 ضعف السرعه بتاعه الايفون 15 العادي. وبالمناسبه سرعه اليو اس بي سي اللي موجود في الايفون 15 العادي هي سرعه اللايتنج المدخل القديم بتاع الايفون. ثالث حاجه ان في فرق في الفريم او الاطار اللي اتصنع منه الايفون 15. الايفون 15 العادي ابل بتستخدم فيه الالومنيوم، وده اللي كانت بتستخدمه السنه اللي فاتت في الايفون 14. اما في الايفون 15 برو وبرو ماكس بقت بتستخدم دلوقتي التيتانيوم. والجميل في التيتانيوم ان هو قوته اكبر، بيتحمل الصدمات وبيتحمل الاحتكاك، وكمان وده الاهم ان هو وزنه اخف. يعني الايفون 15 العادي وزنه 171 جرام، والايفون 15 بلس ده وزنه 201 جرام. اما الايفون 15 برو وزنه 187 جرام، والايفون 15 برو ماكس 221 جرام، وده اقل 19 جرام من الايفون 14، وده طبعا بسبب تغييرهم من الستانلس ستيل للتيتانيوم. طيب رابع حاجه بالنسبه للمعالج او البروسيسور، ابل نزلت في الايفون 15 العادي وال15 بلس البروسيسور اللي هو الاي 16 اللي كان موجود في الايفون 14 برو برو ماكس، وده كان بروسيسور في الحقيقه قوي جدا. وطورت شويه طبعا في الايفون 15 برو برو ماكس وحطت البروسيسور الاي 17. خامس حاجه وده فرق مهم موجود ما بين الاجهزه بتاعه الايفون 15 وهي الكاميرا. مبدئيا ابل خلت كل الكاميرات بتاعه الايفون 15 48 ميجا بكسل، بس في فرق جوهري موجود ما بين الكاميرات بتاعه الايفون 15. يعني الايفون 15 العادي وال15 بلس في اوبتيكال زوم لحد 2 اكس، ومبدئيا الاوبتيكال زوم ده اللي بيخليك تقدر تقرب من اي حاجه قدامك من غير ما يحصل تقليل لجوده الصوره. فالايفون 15 العادي وال15 بلس فيهم لحد 2 اكس زوم، اما الايفون 15 برو بيوصل لحد 3 اكس زوم، وده زي اللي كان موجود برضو في الايفون 14 برو برو ماكس. اما الايفون 15 برو ماكس زودوا الكاميرا شويه بتاعته، حسنوا الاوبتيكال زوم اللي موجود فيه، وصلوه لحد 5 اكس. سادس حاجه ان الشاشات بتاعه الايفون 15 برو وبرو ماكس بتدعم البروموشن ال 120 هرتز. الميزه دي مش موجوده في الايفون 15 العادي وال15 بلس. طيب الميزه دي يعني بتعمل ايه بالظبط؟ الميزه دي بتخلي في انسيابيه اكتر وانت بتتعامل مع الشاشه بتاعه الايفون، وفي الحقيقه بتبقى ميزه كويسه جدا، وبتحس بالفرق ده لما بتكون بتلعب جيمز على الايفون. وده كمان بيخلي الايفون 15 برو برو ماكس فيهم ميزه الاولويز اون ديسبلاي مش موجوده في الايفون 15 العادي، والميزه دي بتخليك لما انت بتحط الموبايل على الترابيزه بيفضل برضو الشاشه بتاعته شغاله، بس التردد بتاعها بينزل لحد 1 هرتز علشان ما يستهلكش من بطاريه الايفون. طيب سابع حاجه فيما يتعلق بالبطاريه، وده موضوع من المواضيع المهمه جدا بالنسبه للناس. للاسف ابل ما زودتش عن البطاريات بتاعه السنه اللي فاتت بتاعه الايفون 14. طيب ده معناه ايه في الايفون 15؟ معناه مثلا في الايفون 15 العادي ان انت تقدر تشغل فيديو لمده 20 ساعه، والايفون 15 بلس بيقعد لحد 26 ساعه. الايفون 15 برو بيقعد 23
20 ساعه، والايفون 15 برو ماكس اللي هو اكبر واحد بيقعد لحد 29 ساعه تشغيل فيديو. وفي الحقيقه الارقام دي مش جديده خالص، دي بالظبط نفس الارقام اللي كانت موجوده في الايفون 14 السنه اللي فاتت. طيب تامن حاجه فيما يتعلق بالساعه بتاعه الايفون 15، الايفون 15 العادي والايفون 15 بلس والايفون 15 برو كلهم زيهم زي السنه اللي فاتت بالظبط، بيبدا من 128 جيجا، 256 جيجا، 512، وبعدين 1 تيرا اعلى حاجه. اما الايفون 15 برو ماكس فلغوا منه ال 128 جيجا وبداوا بال 256 و512 و1 تيرا. رقم 9 الالوان. بالنسبه للايفون 15 العادي والايفون 15 بلس فهم متاحين ب5 الوان. اول لون هو الوردي، الاصفر، الاخضر، الازرق السماوي، واللون الاسود. اما الايفون 15 برو وبرو ماكس متاح فقط 4 الوان، اللون الفضي، الازرق، الابيض، الاسود. رقم 10 ودي اخر حاجه وهو الفرق في الاسعار. بالنسبه للايفون 15 العادي بيبدا زي السنه اللي فاتت من $799، اما الايفون 15 بلس بيبدا من $899، والايفون 15 برو بيبدا برضو زي السنه اللي فاتت من $999، اما الايفون 15 برو ماكس بيبدا من $1199 بما انهم لغوا النسخه ال 128 جيجا اللي كان سعرها قبل كده $1099، فالنسخه دي اتلغت والبدايه بقت من $1199. طبعا دي الاسعار الرسميه، بتختلف بعد كده من دوله لدوله على حسب الضرايب والجمارك وشويه تفاصيل كتيره ممكن تتحكم في السعر. بس كده انا خلصت. يا ريت تقول لي ايه اكتر موديل عجبك، وناوي تشتري الايفون 15 ولا هتفضل على الايفون اللي موجود معاك؟